تقرير عن الخط العربي هو فن استهوى الشاب علي عباس منذ الصغر، فتعلم وأبدع بفنونه وطرقه. مشاهدينا الكرام، خلينا نشاهد هذا التقرير مع ابتسام الصافي وبعدها أكيد نعوده. الخط العربي فن جميل يستهوي كل من يراه. الشاب علي سعى لصقل ملكته مع الممارسة والتدريب المتواصل، يقصد المطالعة ليدبلج ثقافته على الخط بحركاته العفوية والمميزة. مسيرتي مع الخط العربي بدأت من أنا صغير بعمر ال 12 سنة. بدأت ملامح جمال الكتابة بخطي. أكثر من صديق شجعني حتى أطور خطي وأصقل موهبتي، وفعلا مع مرور الوقت بدأ خطي يتطور. ابتديت بكتابة بعض الآيات وبعض الأحاديث الشريفة. أول أداة استخدمتها بالكتابة هي المحبرة والقصبة. والشيء اللي أعجبني وشدني للخط العربي هو جمال وليونة الحروف العربية، بحيث هذا الشعور ياخذ الخطاط إلى عالم مختلف تماما. يشاكس الحروف ويتغنى بصرير قصبته بمحاولات ملؤها الجد والمثابرة، لتكون له طريقته وأسلوبه الخاص ليتفنن بكتابة الحروف. حتى يكون الخط أجمل، بعض الخطاطين يضيفون إضافات، واللي هي التشكيل، أو يضيف الخطاط أنه يظلل الخط. عندما يظلل الخط هو الغاية من التضليل، أنه يعطي الخط العربي جمالية أكثر. هناك خط يمتاز بسهولته اللي هو خط الرقعة، وهناك خط يمتاز بتعقيده اللي هو خط الثلث أو خط الكوفي كذلك. أنا أكثر الخطوط اللي أمارسها هو خط الديواني والخط النسخ اللي هو خط المصحف الشريف. بالنسبة للخط العربي اشتهر بعدة عصور، اللي هو العصر العثماني اللي هو برز به الخط العربي، الخط الديواني وخط الرقعة كذلك. أما العصر الإسلامي ظهر فيه الخط الكوفي. أنا بعملي كخطاط ما أتقيد بأي قاعدة، فاستخدم أكثر من طريقة لتصميم اللوحات والشعارات. اجتمع على حب الخط بسلاح العشق والشغف به ليسبر أغوار حروفه، ويطمح أن يكون فنانا حروفيا وسط عالم من البهاء والدقة والجمال. من محافظة واسط لبرنامج صباح الخير يا عراق، ابتسام الصافي.